السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير الأمور طيبة بخير وعلى خير، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. ما تنساوش أنكم تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فيها الأجر لينا وليكم بإذن الله وقوته. ما نساوش أننا ندعو لإخواننا في السودان وفي فلسطين، وندعو لبلدنا المغرب البلد الأم أن يكون بلدا آمنا مطمئنا بملكه وبشعبه بإذن الله وقوته، واش الأمور تمشي في سلام. اما بعد نبداو الفيديو ديالنا اللي هو الفيديو اللي غيكون منقسم الى قسمين. القسم الاول غادي نهضروا فيه على الديربي وغنشوفوا من الزاويه من الرؤيه ديالي، والقسم الثاني غيكون على المنتخب والوديتين اللي غادي يكونوا مع اوغندا والموزمبيق. الديربي كلشي كان تيتسنى والتوقعات كانت يعني عاليه بزاف، الباره ديال التوقعات كانت طالعه بزاف. انا شخصيا كنت كنتسنى على الاقل الجمهور حضر ودار خدمته ودار فوق خدمته ليها، لكن كنتفاجئوا في وسط الميدان، يعني في المربع المستطيل الاخضر، يعني كان المستوى دون المستوى. حضر كل شيء الا كرة القدم، يعني التيران كان مزيان، الجمهور كان دار يعني تيفوات، يعني الرجاء كتكلاشي الوداد والوداد كيكلاشي الرجاء. الاذاعه الاولى يعني قصرات من ناحيه يعني تبين لينا، تعطي صوره مزيانه على يعني الجمهور المغربي، وتفرج للصوره اللي غادي تعطى للمغرب امام العالم. ما صورات لهنا لو صوره اللي هي مكونسونطري على البونتوش، على اللعابه اللي باقي ما دخلوش، وكتصور لنا الدخان. فالحمد لله كانوا الجماهير كانوا واعيين واستوعبوا هذه المساله هذه وكانوا متوقعينها. راه كان عندهم واحد الدرون ديالهم وعندهم كاميرات ديالهم خاصه وصوروا، مما كنا مضطرين اننا نمشيو للفيسبوك ولا ندخلوا للتيك توك ولا ندخلوا لمواقع التواصل الاجتماعي باش نشوفوا يعني هذيك اللوحه الفنيه اللي رسموها الجماهير ديال الوداد وديال الرجاء. حاجه وحده اللي ما متفقش مع الجماهير اللي داروها هي ديك الكراكاجات. هذوك الكراكاج في الاول كان الماتش غادي 15 دقيقه الاولانيه كان غادي في المستوى، ملي شعل الكراكاج يعني الماتش مورا الكراكاج ولا مبدل 180 درجه. اللعاب ممكن تاثروا اللعابه، حيت حنا ماشي في التيران، ما شفناش الكره، ممكن اثر عليهم هذاك الدخان. وهذاك الدخان راه كله مواد كيماويه ممكن انها تاثر على المردود ديال اللعاب. فالجمهور خاصو حتى هو يوعى بهذه المسائل هذه. وهذه المساله الثقافه ديال الكراكاج راه سالت في التسعينات في اوروبا، وسالت صافي ولات ديمودي. داكشي اللي تيسبب غير فهمتيني غير المشاكل، ودرتو سببتو يعني عمال النظافه سببتو لهم مشكل، رجال المطافئ سببتو لهم مشكل، يعني درتو الخدمه للناس مدوبله. رغم ان بلاد يعني الجماهير كانت عندهم نيه يعني مزيانه، ولكن صراحه هادشي راه ديمودي ديال الكراكاجات وديال كذا، راه ديمودي. اللي تيفو ماشي مشكل، تشجع كان في المستوى شجعتو 90 دقيقه، ولكن الكراكاجات من الاحسن بنادم بركه من الفراكه. يعني النقاط السوداء كانت هي الكراكاج، يعني الكراكاج في الاول وفي الاخر ولا في وسط، يعني في الدقيقه يمكن 75 الكراكاج الثاني 113 دقيقه تلعبات ديال الكره. حضر كلشي فيها الا كره القدم. اللعابه كانوا تايهين دايخين وما عرفتش واش كناش خايفين، واش الله اعلم. ما بغيتش نقول شي كلمه ماشي ساليه، واش متفقين على التعادل. لا كونفيرونس دو بريس خرج من هاشم تيهضر قال لك انا الرجاء هو حمل المسؤوليه. الرجاء هادشي ديال نتوما اللي كتشعلوا بحال هاد المدربين وبحال هاد التصريحات، نتوما اللي كتشعلوها ما بين الجماهير. ولي فهمتيني كذا حنا احسن منكم نتوما احسن منا، واعترف تكتيكيا انت جايب اللعابه بالزبابل ديال الفلوس. والرجاء راه متى تبقى هي فهمتيني يعني في اسوأ ايامها وخرجت معاك تعادل، فانت هو الخاسر الاول. بلا ما تبقى تحاجي علينا بداكشي ديال فهمتيني نفسي والباقي الله يعاون على البحر. فالتصريح غير موفق من المدرب ديال الوداد المغربي، بعكس ذلك المدرب ديال الرجاء هضر يعني تاكتيكمون، هضر بزاف ديال الحوايج. فاحنا كنتمناو ان المغرب يظهر دائما في صوره جميله ويعطي يعني كرويا. انت ولينا نقينا عينينا من الوسخ، يعني على مستوى المنتخبات ولينا كنشوفوا المنتخب كيدير لا كوب دي موند، اليو 17 كيدير لا كوب دافريك، واليو 20 نيت خسروا في الفينال ديال لا كوب دافريك. المنتخب الاول سيمي فينال ديال كاس الافريقيا ديال 2022 كيربح 16 مباراة متتالية. ولينا كنشوفوا تعادلات بحال الديربي. الديربيات صراحة ديال الله هي كلمة أوروبية. الديربي لو كلاسيكو ديال الدول الأوروبية هما اللي يستاهلوا، هما اللي صراحة تعرفوا لها الشيء، تعرفوها باش منفوخة وشنو معنيت الكلاسيكو وشنو معنيت الديربي. يعني ماشي ديالنا وماشي ثقافتنا. حنايا فرقة كتلعب مع فرقة، تبقاو حنايا بلد مسلم، خصنا تكون عندنا شي حاجة ديالنا. حنا ماشي ديما كنتلصقوا في بنادم
وكيجي اتاي حبوب من الصين وكنرجعوه اتاي مغربي وكذا. حنا فينا الطبع هذا، خصنا نعطيو ديما الاسماء ديال شي حاجه ديالنا. ماد ان موروكو، الزبيري ماد ان موروكو ان سيدي يوسف العلي ان مراكش. هذا هو الماد ان موروكو 100%. ما ماشي ديال الكلاسيكو والاسماء وكذا، خص يكون قمه يعني، فهمتيني؟ حتى المذيعين ديالنا حنايا ما خلقوش شي جمله او شي اسم يعطيو لها الدربيات هادو، هاد الكلاسيكو شي اسم يعني باللغه العربيه الفصحى او بالامازيغيه او بالدارجه، ماشي مشكل، باش ما يخرجوش لي شي واحد يقول نسيتي الشلوح نسيتي كذا. واه جبدوا لينا نتوما، حنا ديما تابعين الغرب. وصل واحد الوقيته حنا الغرب غنبداو نقدسوه بعض من البعض منا. فين ما دخل الغرب كنتبعوه ليه، ندخل واخا يدخل الغار ديال الضب واخا يدخل الغار ديال الخنزير غادي يتبعوه. فلهذا كنتمنى من الناس المسؤولين على فريق الرجاء والوداد انهم يديروا ندوات وجلسات مع الجماهير وهادشي ديال الكراكاج ويهضروا، والصحافه حتى هي تتحرك، ما تبقاش غير ساكته. خرجوا لكم جين زاد ولا كلشي مخلوع من الشباب، هضروا للناس، محتاجين تواصل. راه كلشي فينا تيخطا، الجمهور كرا اللي دار كراكاج راه تيخطا. الا خرجنا وعيناه وهضرنا معاه وقلنا ليه هادشي راه غلط، ونقاط تفتيش ونديروا لهم يعني مسائل يعني توعويه، اللي حصل بهادي راه غادي يمشي كدا، غادي يطرى ليه مشكل، غادي يدير غرامه ماليه، راه غادي بنادم غيتراجع. لو نتوما مخليين بنادم وكتعلقوا التعليقات بحال دابا حنا راه تنعلقوا، ولكن نتوما كمسؤولين خاصكم تضربوا بيد من حديد على بحال هاد الامور هذه، بحال هاد التصرفات. فنتمناو ان الديربيات الجايين يكونوا محسن، والناس صراحه ديال الله يعني طالع عليها الزعف، لان لا كره لا حتى شي حاجه. الاخراج حتى هو كان في عوج، الكراكاجات ما خص شي منهم، ما عندنا ما نديرو بهم، بلاش منهم. وندوزو المنتخب المغربي، ما غاديش نطول فيه. وليد الركراكي يعني الارقام كتكلم عليه، 16 الفوز على المستوى الدولي متتاليه، مما فهمتيني كيعطيه انه فات الالمان، فات الصبليون يعني في الفوز المتتالي. يعني الفرقه اللي كتربح ولا المدرب اللي كيتربح ما عندك ما تقول ليه. الاختيارات موزمبيق واوغندا جات يعني بزاف ديال المنتخبات كبيره رفضت انها تلعب معنا. واش خايفه انها تخسر وتشوه، لان عارفين المغرب لا كومبيتونس اللي عنده واللعابه اللي عنده كيخافوا. كاينين شي حوايج في الكواليس ما كتعرفهم لا انت لا انا لا هذا. حنا دابا غنسمعوا الموزمبيق اوغندا، موزمبيق اوغندا راه فروق تيلعبوا البلوك با، ماشي فريق بحال دابا مصر. الناس باغا تشوف الركراكي باغي يلعب مع مصر، مع السنغال، مع الكاميرون. هاد اللعابه هادو خليهم الربع النهائي، خليهم الدومي فينال. حنا مزيان لينا تلقاو مشكل. الا لاحظتوا المنتخب المغربي تيلقى مشكل فقط في المنتخبات الضعيفه اللي كتلعب ليه البلوك با. حتى البحرين بينات لينا هاد المعادله هادي، ملي جات لعبات معنا حرنا معاها، تنقولوا اوش هذه البحرين اللي خاسره 5 ديال الماتشات الاخرانيين، رجعت لينا النور كتدافع 8 ديال اللعابه ولا 9 ديال اللعابه. فراه كنلقاو مشكل. مزيان اننا انا مع هاد الطرح هذه ديال اننا فهمتيني نلعبوا على مكمن الخلل. اما الفريق اللي كيلعب معنا حنا كره راه تياكل القتله هذه، راه تعرفات وكلشي عارفها. وإلا كان الركراكي تيخبي الطريقه ديالو باش ديال طريقه اللعب ديالو، فانا معاه الصراحه ديال الله. انا ما غنتحاسب مع الركراكي مع هاد الاختيارات هادو حتى يدوز كاس افريقيا. وإلا داك الساعه الا خرج من الادوار الاولى، داك الساعه تكون معاه هضره اخرى. اما الا خرج الا دا ان شاء الله لا كوب دي موند، لا كوب دافريك ان شاء الله، هذا فال زوين يعني، خرجت ليا غير هكاك. حنا معاه وراء الركراكي يعني مدرب يعني قاري وفاهم. ما جاوش واستضفوه يعني في ندوات وفي دي كونفيرونس ديال المدربين في على برا، وارسن فينغر والناس كتحترموا على برا. حنا كجمهور كنفهموا في الكره، ولكن كاين مسائل تقنيه وكاين دي ديتاي. ودابا تصور دابا الركراكي ما وصلش بينا لا كوب دي موند للدومي فينال. ملي جا من لا كوب دي موند كونسيفتنا حنا ما تعلمناش نعطيو فرصه طويله، ماشي داك فرصه ديال عطيه 3 ايام 4 ايام، عطيه شهرين 6 شهور عام عامين صافي. لا، فرصه خصها تكون باش تبين الطبعه ديال المنتخب، الطريقه ديال المنتخب كيفاش كتلعب، الشخصيه المدرب كيولفوه الطاقم التقني، كيولفوه الطاقم الطبي، كتولفوا الجميع الطريقه ديالو يعني كتولي معروفه ما بين اللعابه. ما تجيب مدرب جديد، مدرب جديد شنو غادي يدير لك؟ كاع غادي يبدل لك التاكتيك، ما يبدل 180 درجه باش يبان لك فيلسوف، باش يبان لك عبقري، باش هادو حيت كاين بزاف ديال المدربين فيهم الايغو. تيجي كيلقى مدرب خدام على واحد المنتخب واحد 5 سنين ولا 4 سنين، تيجي كيقلب كلشي، حيد عليا هذا، لقي عليا هذا، ديال واشي ماشي في صالحنا. الاستقرار هو كلشي. لهذا انا قلت لكم الوليد الركراكي لو وصل غير للدومي فينال
في لاكوب دافريك، فراه خصو يبقى. ما تقولش ليا خصو يديها، الا داها مرحبا مزيانه، نصفقوا ونخرجوا نحتفلوا مع وليداتنا ونقولوا كونوا فخورين بمنتخبنا وليد ركراكي وبالجامعه وكلشي. الا خسر خصنا نخليوه حتى 2026، وهذا هو اللي كاين. من ديك الساعه نقدروا نحكموا. ميمكنش انت غتفرقع هنا اصلا. لا كوب دافريك ما غتسالي في شهر 1 2026، ولا كوب دي موند غادي تبدا حتى هي في 2026. يعني ما يمكنش انت تصيفط. انا هذا هو واش كتفاهميني اش كنقول لكم ولا ما فاهمينش؟ تنهضر على الناس اللي تينتقدوا وليد ركراكي، موزمبيق، اوغندا، ارجنتين. راه كانت الهضره معاهم تيتساوموا ولا تيتساوموا معنا عشرات المليون، ميسي لوطيل خاص، جيبوا لي حارس خاص وجيبوا لي كذا. المغرب طلع لهم في راسهم، قال لهم الله يعاون. اوغندا وموزمبيق بسم الله. هذا هو اللي كاين. ومنتخبات اللي كتكون كتلعب بالكبار في صالحنا، انا كنشوفها من هذا المنظور هذا. الا بانت لكم نتوما في منظور واحد اخر كتبوا لنا في لي كومونتير. الا وصلتوا حتى لهنا عرف راسك راك من العائله وراك عزيز، وكتبغي تصنت المحتوى الهادف، المحتوى اللي ما فيهش النفاق، والمحتوى اللي كيطبل، ولا المحتوى اللي غادي يكون هي السلبيه 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 السلبيه. ما دمت دخلتي لهنا الا وراك عارف فين لمن كتصنت ولمن يعني وشكون كتشجع. فالله يرضي عليكم. التفاعل شويه مؤخرا راه نزل. ديروا لنا لايك، ديروا لنا جيم، وبارطاجيو الفيديو. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.